بتشوف ال MIC في المزرعة وبتعديها. بعد الفيديو ده هتفهم وتستفيد منها كمان، لأن مش كفاية السنسيتيف والريزيستنس. في الفيديو ده هنفهم ال MIC ببساطة جدا، وهنطبق عملي على أمثلة حقيقية. حتى لو ما فهمتوش من أول مرة هتفهموا بالأمثلة والتطبيق على مزارع حقيقية، عشان من بعد النهاردة ما تبقاش مجرد رقم في التقرير. ندخل بقى على المهم، أهم جزء في المحاضرة دي، تمام؟ هو ال MIC. معظمكم سمع عن ال MIC، أو اللي ما سمعش عنه حتى وهو بعد كده بقى في حياته العملية، لما يجي يفتح مثلا اي سورس ويقرا مثلا، او هو مثلا حتى في الرعايه، او هو مع اي حد مثلا فيزيشن او كلينيكال فارماسيست، او اي حد يجي يقول لك مثلا الدواء ده عند الام اي سي كذا، بس الام اي سي ده خاص بالانتيبيوتكس. اوكي، ايه هو الام اي سي ده؟ الام اي سي المينيمم انهبيتور كونسنتريشن، يعني اقل كونسنتريشن من الانتيبيوتكس بيعمل انهبيشن جروث اوف مايكرو اورجانيزم، او بيعمل كيلينج للمايكرو اورجانيزم. تمام. ومن الام اي سي ده اللي هو اللي اتعمل في المعمل وطلعت بيها الجايد لاينز، اللي هي سواء كان كيلسي جايد لاينز او سواء كان الايوكاست اللي انا بقول لكم دي الجايد لاينز بتاعه الميكروبيولوجي. خلاص، من هنا بقى طلعوا الافكتيف دوز بتاعه كل انتيبيوتكس. تمام. علشان كده لما بنيجي نقول مثلا ان الدوز، حتى واحنا في الكورس ده احنا مش هنتكلم على الدوزز، انا هقول لك مثلا الجنرال دوزنج بتاعه مثلا الانتيبيوتكس ده. تمام. لكن لو فتحت المونوجراف بتاع كل انتيبيوتكس هتلاقي ان كل انديكيشن ليه دوز. تمام. يعني ممكن الدوز تكون متشابهه كده، ولكن في انديكيشن معين ليه دوز معين، تيجي تعمل انتربريتيشن ليها وبتستخدم الانتيبيوتكس اللي طالع لك بالام اي سي. تمام. بتعرف تعمل ابروبريت سيلكشن للانتيبيوتكس. باختصار، ان الام اي سي ده بيبقى كل انتيبيوتكس تمام ليه ام اي سي ناحيه مايكرو اورجانيزم. تمام. وهنشوفها ازاي. يعني معنى كده ان مش مثلا انتي بايوتكس ايه مثلا زي الامبيسيلين، لما نيجي نقول ان الامبيسيلين اتجرب مع الستريبتوكوكس مثلا، الام اي سي بتاعه مع الستريبتوكوكس 2 مثلا، والامبيسيلين لما اتجرب مع الستاف الام اي سي بتاعه كان 3، والامبيسيلين لما جه استخدمناه مثلا لما جربوه مع ال او مثلا ال- السيفازولين مثلا لما جربوه مع الاستاف كان الام اي سي كذا، ولما السيفازولين جربوه مع الستريبت يبقى الام اي سي بتاعه ايه بتاعه كذا. خلاص. فالكل مايكرو اورجانيزم ام اي سي مع انتي بايوتكس معين. تمام. مش حاجه بتبقى ثابته، والحاجه دي بتتغير. الابديتس بتاع الجايد لاينز دي بتبقى انيولي، كل سنه ان هم بيغيروا فيها. ممكن الام اي سي طبعا ان هو يتغير مع الريزيستنس اللي احنا بنشوفه. طب نفهم بقى موضوع الام اي سي ده، عشان انا حاسه كده ان الناس اتخضت. بتتعمل ازاي الام اي سي؟ خلاص، احنا بس علشان خاطر ان احنا نكون فاهمينها وخلاص بقى، احنا كده وانس ان احنا فهمناها احنا خلاص مش هنرجع للسلايد دي، ولا عمرك بعد كده هتحتاج انك تدخل اصلا تقرا عن الام اي سي، او تحتاج ان هو حد يشرحه لك. بمنتهى البساطه، بيجيب مثلا زي تيوب كده، خلاص، بيحط فيها كونسنتريشن متساوي تمام من المايكرو اورجانيزم. يبقى هنا نفس التركيز بتاع المايكرو اورجانيزم، خلاص، وكده نفس التركيز بتاع المايكرو اورجانيزم. هيحط تركيزات مختلفة من الانتيبيوتكس. يبقى أنا عندي مثلا مثلا عندي مايكرو أورجانيزم A. خلاص، اكتب كده مايكرو أورجانيزم A، استخدمته بكونسنتريشن ثابت، واستخدمت معاه انتيبيوتكس مثلا 1. خلاص، يبقى أنا كده مايكرو أورجانيزم مثلا A، واستخدمت معاه الانتيبيوتكس مثلا نمبر 1. خلاص، بتركيزات مختلفة، ربع مثلا 25%، نص، 1، 2. لو نلاحظ ان التيوبز دي كلها كده بتبقى تربت. خلاص، تربت ديت يعني في مايكرو اورجانيزم. مع اول تركيز بقى حصل كلين، شوف اللون هنا مختلف. تمام. مع تركيز 4، تمام، معنى كده ان المايكرو اورجانيزم اختفى. خلاص، يبقى معنى كده ان الانتيبيوتكس ده قضى على المايكرو اورجانيزم. وادي كده كل التيوبز مع تركيز 4، تركيز 8، تركيز 16، تركيز 32. خلاص. طيب، معنى كده ان هو اختفى. ده هو كده الام اي سي بتاع الانتيبيوتيك ده مع المايكرو اورجانيزم ده هو 4. يعني معنى كده ان هو اقل تركيز من الانتيبيوتكس اللي عمل انهبيشن للجروث اوف مايكرو اورجانيزم ده، اللي هو رقم 4.
بياخد بقى sample من أول تيوب بقى حصل لها خلاص clear كده وحصل inhibition للgrowth ويروح عامل لها incubation في أجار برّه، تمام، علشان يشوف هل هي inhibited للgrowth بتاعها والّا هل هو الgrowth بتاعها impaired والّا هي حصل لها killing. يعني معنى كده إن هو إيه، بيشوف لو كانت نايمة تمام، تصحى، تمام، يبقى معنى كده إن هو حصل لها inhibition للgrowth. خَد من الtube دي تمام، حصل growth وخَد من الtube اللي هو بتاع التركيز 8 دي حصل growth وخَد من الtube اللي هي 16 ما حصلش growth. معنى كده إن هو أقل تركيز من الantibiotics علشان خاطر يعمل complete killing للmicroorganism يبقى ده كده الminimum bactericidal concentration. ومن هنا بقى اتحسبت الدوز بتاعة الbactericidal أو إن الantibiotics دوّة bactericidal والّا bacteriostatic. بمعنى إيه؟ يبقى أنا كده عندي يا جماعة الantibiotics رقم 1 استخدمته مع الmicroorganism مثلًا A خلاص، واستخدمت نفس الconcentration من الmicroorganism مع different concentration مع الantibiotics، وأول تركيز من الantibiotics عمل لي inhibition للgrowth هو دوّة الMIC. وأول تركيز من الantibiotics اللي عمل killing للmicro organism حتى لمّا أنا طلّعته في أجار برّه ما حصلش growth تاني دوّة الminimum bactericidal concentration. ومن هنا بقى هم فرقوها قال لك مثلًا لو الminimum bactericidal concentration كانت 4 أضعاف الMIC يبقى معنى كده إن الantibiotics اللي عندي ده هو bactericidal. ولو كان مثلًا الratio ما بين الminimum bactericidal concentration على الMIC لو أكتر من 4 يبقى هو كده bacteriostatic. الكلام ده هو أنا ما باحفظوش ولكن إن أنا بافهمه هو إزاي جاب إن الantibiotics ده bactericidal وإزاي إن هو عرف إن الantibiotics ديّة bacteriostatic وأنا مجمّعاها لك الbactericidal والbacteriostatic تمام، في جدول كده يبقى إحنا كده عرفنا الbactericidal جات منين والbacteriostatic إن هو جات منين كلّها من الMIC. أقل تركيز من الantibiotics عمل inhibition growth of microorganism وهو دوّة الMIC. لكل لكل antibiotic ليه MIC ناحية microorganism تمام. طيب تعالَ بقى نشوف الslide اللي بعد كده. وفيها صورة كده دوّة حاجة اسمها يعني التستات بقى لو حد مثلًا عايز يدرس مثلًا في board الcritical care في chapter الinfectious disease في الcritical care هو برضه عامل ال ال التستات بتاعة الmicrobiology كده. الdiffusion disk هنا بيحط الmicroorganism وبيحط الantibiotics وبيحسب الzone بتاعتها هل هو sensitive والّا هو اللي هو resistance أو هو إيه intermediate and so on ودوّة مش شغلنا، بس أنا هاقول لك إن أنا محتاجة الصورة دي ليه لمّا تيجي تفهمها بعد كده. ناخد بقى الexample علشان خاطر بس الناس إيه، تستوعب موضوع الMIC ده، وبعد كده إن هو هيبقى سهل جدًا، وهنعيد تاني مع الexample اللي إحنا هنشوفها في إيه، cultures المرّة الجاية. دلوقتي مثلًا عندك organism زي الE. coli خلاص، E. coli أهو، جرّب عليه الampicillin وطلع أدي كده الsusceptibility break point الMIC دوّة برضه اسمه break point خلاص. هو عندي كده إن هو الsusceptibility break point أو dose dependent أو الintermediate أو resistance دي حاجات standard يا جماعة بتنزل في الguidelines اللي هي الKelsey guidelines خلاص، وupdate annuals يعني هي مثلًا كل سنة بتنزل الguidelines مثلًا بكل الmicro organism وكل الantibiotics اللي اتجرّب على الmicro organism ومطلّع لك الMIC وهنشوف صورة من الguidelines عشان برضه نفهم أكتر وأكتر كمان. خلاص، في الguidelines هو محدد لي آدي كده الbreak point أو الMIC بتاع الE. coli مع الampicillin، وقال لك إن هو الMIC بتاعها علشان خاطر تكون sensitive أقل من أو يساوي 8. يعني أنت لو طلع لك في الcultures مثلًا ampicillin الmicro organism E. coli ومثلًا جرّب عليه الأمبيسيلين وطلع الMIC بتاع الأمبيسيلين مثلًا أقل من أو يساوي 8 معنى كده إن هو بيكون إيه sensitive وهو بيحط لك بيعمل لك الinterpretation بتاعه إن هو sensitive خلاص، ولمّا نشوفها في المزرعة هنفهمها. طيب لو طلع 16 مثلًا يبقى معنى كده إن هو intermediate إيه intermediate sensitive. طيب لو طلع أكتر من 32 معنى كده إن هو إيه، معنى كده إن هو resistance. طيب جرّب الE. coli مثلًا مع السيفيبين طلع الMIC أقل من أو يساوي 2 يبقى معنى كده إن هو sensitive. لو أكتر من 16 يبقى معنى كده إن هو إيه، إن هو resistance. قعد يستخدم concentration عالي عمّال يعلّي من الconcentration بتاع الantibiotics علشان خاطر يعمل inhibition بس
للgrowth of microorganism. معنى كده إن هو خلاص بيوصل عند مرحلة معيّنة ما بيقدرش يعلّي أكتر من كده علشان خاطر الtoxicity بتاعة الإيه، بتاعة الدوا. طيب for example أنا ما باقارنش MIC تمام، بتاع antibiotics بMIC بتاع antibiotics تاني، ولكن باقارن بالstandard بتاعه. وما باقارنش MIC بتاع antibiotics مع microorganism بنفس الantibiotics مع microorganism تاني. خلاص؟ هنشوفها إزاي. دلوقتي أنا عندي كده الstandard تمام، وطلع لي المزرعة فيها E. coli وفيها ampicillin وفيها CVB بالMIC بتاع الampicillin 2 والMIC بتاع الCVB 2. فتحت الguidelines على الE. coli علشان أشوف الstandard MIC بتاع الampicillin وبتاع الCVB. لقيت إن الMIC هنا 8 وهنا 2 خلاص، وهو هنا طالع لي 2 معنى كده إن أنا كده في الzone اللي هو إيه sensitive، معنى كده إن هُم الاتنين sensitive وهو عامل لي الinterpretation إن هو sensitive. طب هاختار الampicillin والّا الCVB في الحالة اللي زي كده؟ في الحالة اللي زي كده بيقول لك إن أنت تقارنها بالstandard، يعني هنا مثلًا الMIC 2 وهنا بيقول لك الMIC 8 خلاص، وهنا الMIC 2 وهنا بيقول لك الMIC 2. طب لمّا تكون مطلّع لك MIC 8 تمام، وأنت طلع لك في الcultures اللي جاية لك MIC 2 يبقى أنت تستخدم أنهي؟ يبقى هتستخدم الampicillin. ليه؟ لإن مثلًا لو هو أقل تركيز عمل inhibition للgrowth of microorganism الstandard 8 وأنت طلع لك أقل تركيز إن أنت محتاجه عشان تعمل inhibition للgrowth of microorganism 2 يبقى ده الأفضل طبعًا. يعني لمّا بتيجي بقى دي بتنزل تحت القاعدة العامة بتاعة كل الأدوية مش الantibiotics بس، اللي هي الminimum effective dose lowest effective dose. كون إن أنت تستخدم دوا بأقل تركيز أو بأقل جرعة ولكن يكون الmore effective ده طبعًا أحسن بكتير من إن أنت تستخدم دوا بدوز عالية. يعني لو هُم الاتنين effective بس استخدمت تركيز 2 مِلّي جرام والّا تستخدم تركيز 10 مِلّي جرام، ال2 مِلّي جرام طبعًا أحسن. خلاص؟ يبقى معنى كده إن أنا باقارن الantibiotics ده والantibiotics ده على نفس الإيه، على نفس الmicro organism باقارنهم بالstandard خلاص، ولمّا نقول example تاني هتفهم برضه ما تقلقش. هنا بقى الstreptococcus pneumoniae خلاص، شوف بقى هنا مثلًا زي الCVB، شُفت أنت طالع الMIC بتاع الCVB مع الE. coli 2 والMIC بتاع الCVB مع الstreptococcus pneumoniae نُص أو 1. معنى كده إن الMIC مختلف تمام، طبقًا للantibiotic مع micro organism معيّن. يعني ده MIC بتاع الampicillin مع الE. coli وده الMIC مثلًا بتاع الampicillin أو بتاع مثلًا الCVB مع الstreptococcus خلاص، يبقى لكل antibiotics MIC تجاه micro organism وبيقعد بقى الKelsey guidelines ديّة بيقعدوا يجرّبوا كل الmicro organism بيقعد يجرّب عليها كل الantibiotics ويقعد يحسب الإيه، الminimum inhibitory concentration سواء كان بقى بstrip دي اسمها حاجة اسمها E-test بيبقى عامل زي الstrip كده بيتغيّر لونه عند تركيز معيّن فبيحسب، أو سواء كان بقى الأجار اللي أنا إيه، إن أنا قُلت لكم عليه دوّة مثلًا برضه بيحسب الإيه، الzone بيقيسها كده بالمسطرة تمام، وبيحسب الMIC تمام، أو بقى بأي طريقة هو إيه، بيستخدمها ودوّة إيه، دوّة مش شغلي خالص. طيب ندخل بقى على الguidelines بتاعة الكلسي. أنا حبيت بس إن أنا أجيب لكم صورة من الguidelines بحيث إن أنت لمّا بعد كده تيجي تفتح الguidelines دي ما تتخضش، خلاص؟ بيبقى بمنتهى البساطة كل اللي أنا باحتاجه في الguidelines دي حاجتين، الintrinsic resistance والsensitivity. بمعنى إيه؟ هو كل سنة بيقعد يجرّب الmicro organism مع كل الantibiotics. ممكن يكون antibiotics السنة دي مثلًا كان sensitive يجرّبها مثلًا عليها السنة الجاية يطلع مثلًا resistance، زي ما هم مطلّعين لنا جديد إن الأمينو جلايكوسايد خلاص ما بقتش effective ناحية السيدوموناس الMDR outside الUTI infection. خلاص ديّة عرفناها منين؟ طلعت من الKelsey guidelines. واللي بياخدها ويروح جاي حاططها في الguidelines بتاعته الإتسا تمام، يبقى المصدر بتاع الإتسا بيعتمد اعتماد كبير على الupdates بتاع الKelsey guidelines. بالمناسبة المعلومة اللي اتقالت في النُص ديّة الأمينو جلايكوسايد هي anti pseudomonas تمام، ولكن طلعت من الpseudomonas MDR. يعني بيقول لك إن أنت لو عندك pseudomonas MDR outside الUTI infection
أنت كده ما تستخدمش أمينو جلايكوسايد خلاص طلع resistance وإحنا بنعمل إيه، وإحنا بنعمل الguidelines خلاص مذكورة في الكلسي ومذكورة في الإتزا إيه، الإتزا guidelines. يبقى إحنا بنشوف برضه هنشوف لمّا نيجي برضه نقول الresistance بقى في آخر محاضرة خالص، برضه هنجيب الجداول اللي بتقول لك إن دوّة الmicro organism مثلًا السودوموناس وجرّب معاه مثلًا الأميكين أو جرّب معاه مثلًا التافانيك أو جرّب معاه أنهي بقى اللي sensitive وأنهي بقى اللي resistance وساعتها إن أنت هتشوف بعينك إن إحنا إزاي إن إحنا قُلنا الستينوتروفوموناس ديّة كانت intrinsic resistance الأمبيسيلين والكيفالوسبورين والكاربابينيوم والكوليستين ده كله بيطلع في إيه، نتيجة الكيلسي جايدلاينز. الحاجة التانية اللي أنا عايزاها من الكيلسي جايدلاينز هي الMIC ده اللي بيبقى الستاندرد بتاعي، خلاص باشوف مزرعة بافتح الMIC بافتح الguidelines ديّة على الجدول بتاع الmicro organism مثلًا E. coli وباشوف الantibiotics اللي أنا عايزة أقارن الantibiotics اللي طالع لي في المزرعة بالستاندرد بتاعه وهنشوف example خلاص، بتبقى الguidelines بتبقى كده، يعني بيقول لك مثلًا أدي هنا عندك الإيه الenterobacteriaceae خلاص الenterobacter جرّب معاها الأميكين، الMIC بتاع الأميكين أقل من أو يساوي 4 خلاص، وبيقول لك إن أنا عملت الMIC ده مع دوز كام، خلاص، يعني دي طبعًا مهمة جدًا، يعني ممكن ييجي يقول لك مثلًا برضه لمّا تيجي مثلًا سيفازولين خلاص، بيقول لك السيفازولين مع الE. coli والكليبسيلا نمونيا ومثلًا زي السودوموناس مثلًا السودوموناس مثلًا في حاجات infection other than الUTI تمام، الMIC بتاعها أقل من أو يساوي 2 أقل من أو يساوي 2 وهنا إن أنا استخدمته بالدوز بتاعة 2 جرام كل 8 لكن لو هاستخدم السيفازولين مع نفس الmicro organism ولكن في الuncomplicated UTI يبقى الMIC بتاعي أقل من 16 واستخدمه هنا بدوز 1 جرام كل 12 يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلًا هو بيقول لك إن أنا جرّبت الmicro organism ده تمام الE. coli بقى والكليبسيلا نمونيا وجرّبت معاها السيفازولين، استخدمتها مثلًا بالدوز 2 جرام وهنعرف اللي هي 2 جرام كل 8 ديّة جات منين تمام، يعني هو استخدم concentration معيّن وبعد كده بيعمل حسبة تمام، على حسب الMIC تمام، وبعد كده بيطلّع لنا بقى إيه الدوز اللي هي بتبقى effective dose خلاص، الMIC بتاعها أقل من أو يساوي 2 ولكن لمّا استخدمها بقى في الmicro organism دي لو كانت هي suspect الUTI تمام، طلع الMIC أقل من 16 ومن هنا جات الدوز اللي هي بتاعة 1 جرام كل 12 يعني إيه؟ يعني أنا مثلًا لو عندي urine culture يا جماعة طالع لي فيها مثلًا E. coli أوكي، urine culture طالع لي فيها مثلًا E. coli وE. coli كان sensitive للسيفازولين والسيفازولين كان طالع بالMIC عندي في المزرعة مثلًا 8 أو 10 يبقى أنا هاقارنها بأنهي MIC هافتح الguidelines هالاقي هنا برضه الE. coli تمام، وهنا سيفازولين وسيفازولين و2 MIC شوف أنت بقى بتقارن بأنهي مزرعة، لو هي مزرعة urine UTI وطالعة مثلًا E. coli أهي وطالعة سيفازولين يبقى أنا هاقارنها بالMIC دي. لكن لو مثلًا مزرعة تانية sputum مثلًا blood أي حاجة تانية طالعة E. coli والسيفازولين أنا هاقارن السيفازولين الMIC اللي طالع ده بالMIC ده اللي هو 2 خلاص، مع الdoses ديّة بقى بيقول لك إن أنا عملت طلع الMIC بدوز إيه، بدوز كذا. هنشوف برضه example ليها ما حدش يقلق. هناخد example تاني مثلًا آدي هنا آدي كده streptococcus pneumonia بيقول لك إن الpenicillin parenteral تمام، هنا الMIC 2 ولو هو طلع لك ده بيكلم بقى الميكروبيولوجيست تمام، أقل من أو يساوي 2 معنى كده إن أنت تحطه في الsensitive طيب 4 معنى كده إن أنت تحطه في الintermediate أكتر من أو يساوي 8 معنى كده إن هو تحطه في إيه، تحطه في الresistance عشان كده الميكروبيولوجيست تمام، إن هو بيروح جاي حاطط لك إن هو بيعرف الsensitive أو الintermediate أو الresistance منين، من خلال الMIC. طيب لو مثلًا هنا مثلًا ممكن تلاحظ مثلًا وأنت بتقرا الguidelines دي تمام، في penicillin مثلًا non meningitis ديّة بيستخدمها بالدوز اللي هو إيه 2 مليون كل 4 لكن هنا مثلًا يقول لك الpenicillin في الmeningitis مثلًا يبقى دوّة مثلًا 3 مليون مثلًا كل إيه، كل 4 ساعات، بمعنى إيه، إن نفس الكلام برضه لو أنا معايا CSF culture وطالعة لي streptococcus pneumonia
وأنا مثلًا طالع لي فيها البنسلين وحاجة تانية وعايزة أقارن بقى الMIC علشان أختار أحسن antibiotics بMIC يكون قليل مقارنةً بالstandard تمام، يبقى أنا مثلًا في الCSF يبقى أنا هابُص على الMIC ده. لكن لو أنا مثلًا cultures تانية غير الCSF يبقى أنا هابُص على البنسلين بالMIC إيه، بالMIC ده تمام. طيب ناخد برضه example تاني علشان ندخل على الexample تمام، وده الإيه، ده اللي هيوضّح لي أكتر. تمام. ده برضه نفس النظام، أنا حبيت بس إن أنا أجيبها لكم كده في الPowerPoint بحيث إن أنت لمّا تيجي تفتح الguidelines أصلًا ما تتخضّش بقى، تكون familiar أصلًا بالجداول بتبقى عاملة إزاي. هنا برضه الEnterobacteriaceae مثلًا آدي كده برضه متجرّب عليها شوف كل الantibiotics الMIC بس ده اللي أنت محتاج تبُص عليه. الantibiotics تمام، الantimicrobial أو sorry الmicroorganism والantibiotics الMIC خلاص؟ طيب آدي كده ندخل على الإيه، ندخل على اللي بعده، الslide اللي بعدها، برضه عندك هنا مثلًا إيه، زي الenterobacter bacteriaceae برضه مع الlevofloxacin مع الpiperacillin tazobactam، هنا برضه السودوموناس مع إيه، بيجرّب معاها كل الanti-pseudomonal agent بقى هنا تمام، وبرضه بيحدد لك الإيه، الMIC وبيقول لك وأنا باستخدمها ب بدوز كذا. خلاص؟ طيب اللي بعده آدي برضه نفس النظام من الإيه، الأثينيتو إيه، الأثينيتوباكتر ودي برضه example برضه للإيه، للhemophilus influenza. إحنا مش بنحفظ الكلام ده خالص تمام؟ لمّا نشوف بقى example هاقول لكم إن إحنا إيه، بنمشي بأنهي خطوات. برضه دي نفس النظام الstreptococcus تمام، وآدي برضه دوّة الإيه، الأثينيتوباكتر. ناخد بقى example علشان خاطر نفهم الMIC ونفهم بقى إيه، المعجنة اللي إحنا إيه، اللي إحنا شغالين فيها دي دلوقتي. بُصّوا يا جماعة، طلع لي مثلًا cultures ركّزوا، طلع لي cultures مثلًا طلعت فيها Acinetobacter species تمام، وsensitive للgentamicin والtobramycin والamicacin خلاص، وقايل لك إن الMIC بتاع الgentamicin هنا مع الAcinetobacter 8 والMIC بتاع الtobramycin 4 والMIC بتاع الamicacin دوّة 2 خلاص، طيب أنا هاعمل إيه؟ أنا ما بابُصّش بس قبل ما أنا بابُص على الMIC أنا خلاص عرفت الpatient اللي عندي هو infected والّا لأ، تاني حاجة خلاص بابُص أصلًا إن المزرعة ديّة هل هي true cultures والّا لأ، يعني هل هي مثلًا contamination والّا مش contamination مثلًا خلاص 2 sample بالنسبة للblood الurine culture مثلًا بصّيت على الcolony count بتاعتها مثلًا الCSF خلاص فرّقت ما بين الbacterial وما بين الviral and so on والsputum culture بابُص على الepithelial cell. لو أنت في مستشفى تقريبًا يعني اللي فيها أجهزة الVitec تمام، الأجهزة اللي هي بتبقى advanced دي، بيبقى أصلًا أنت مش محتاج بقى إن أنت تبُص على الnumber of sample تمام، يعني إن أنت مثلًا اللي هي بقى ال2 sample والّا 1 sample والّا مثلًا الepithelial cell لإن بيبقى ليهم اعتبارات تانية كده، أصلًا الmicrobiologist إن هو بيحدد أصلًا مع colony count معيّن بيقدر إن هو يدخّله الجهاز والّا لأ، يعني هو أصلًا الmicrobiologist بيبقى عنده schema كده تمام، بيتأكد من إن الcultures دي مصحوبة تمام، إن هي مش contamination إن الcolony count enough إن هو يكون pathogenic إنه قبل ما يدخّلها على جهاز الإيه، جهاز الVitec ده خلاص، فإحنا كده إيه، بصينا على الmicroorganism طلع لي الmicroorganism خلاص، أنا بقى باشوف على الantibiotics أنا مثلًا اخترت الantibiotics اللي إيه، اللي بيوصل reach للsite of infection خلاص، يعني معنى كده إن أنا إيه مثلًا طالع لي antibiotics 1 و2 و3 و4 و5 لقيت إن أنا مثلًا في 3 هيحققوا لي نفس الeffect تمام، يعني هم هيوصلوا للsite of infection وإن ال3 بيكونوا safe وال3 الcost بتاعهم مثلًا بيكون كويس تمام، باختارهم بقى أنا عايزة أشوف بقى آخر مرحلة خالص أو اللي هي برضه بتعتبر إن الأهم، أنهي بقى بيكون effective أكتر بقى بحيث إن أنا كده أكون appropriate selection للantibiotics بالMIC خلاص. المزارع بتاعتنا اللي هي العادية مش جهاز مثلًا الVitec أو معظم المعامل هو الMIC مش بيطلع بس بالVitec تمام، ولكن بيطلع ممكن بحاجة ممكن من غير الVitec برضه هاقول لكم عليها تمام، لكن بيكون مثلًا محتاج إن هو يشتري كيتسات معيّنة مثلًا أو كده ودوّة بيبقى not available في بعض الأماكن خلاص، طيب طلع لي مثلًا culture طلعت الMIC هنا مع الأسينيتوباكتر بتاعة الgentamicin 8 tobramycin 4 amikacin 2
رُحت جاية فاتحة الguidelines تمام، وشُفت الstandard الMIC فتحت الguidelines على الأسينيتوباكتر أوكي، وبصيت على الجنتامايسين والتوبرامايسين والأميكاسين، هم اللي طالعين لي sensitive في الإيه، في الculture. طب أنا هاختار على أساس إيه؟ وآدي الguidelines شكل الguidelines أهي، آدي الأسينيتوباكتر مع الجنتامايسين والتوبرامايسين والأميكاسين أهو. بُصّوا أنا عاملة لكم عليها دايرة أهي، آدي كده شكلها في الguidelines أهي، بس إحنا خدنا صورة مكبّرة بس الحاجة تمام، يبقى أنا طلع لي الculture أسينيتوباكتر sensitive للجنتامايسين والتوبرامايسين والأميكاسين. هاختار إيه؟ فتحت الguidelines على الأسينيتوباكتر واخترت الإيه، الagent اللي طالعين لي في المزرعة، وآدي كده الstandard الإيه، الMIC اللي هم متعلمين دول هتلاقيهم كده هنا إيه، مكبّرين إيه هنا. طيب قال لك هنا الMIC بتاع الجنتامايسين أقل من أو يساوي 4 وهنا طالع لي الMIC 8 معنى كده إن هو sensitive؟ لأ مش sensitive خلاص؟ هنا قال لك إن الintermediate sensitive تمام أو intermediate resistance هنا 8 تمام، هو طلع 8 يبقى معنى كده إن هو رقم 1 كده إن الجنتامايسين في الintermediate أصلًا مش sensitive خلاص؟ طيب بالنسبة للتوبرامايسين 4 أقل من أو يساوي 4 الstandard بتاعه أقل من أو يساوي 4 يبقى معنى كده إن هو إيه، إن هو sensitive يبقى ده معايا، يبقى أنت لمّا تيجي تختار sensitive والّا intermediate لأ، يبقى أنت هتخلّيك في الsensitive. الأميكاسين مثلًا 2 وهنا الMIC 16 تمام، يبقى هو كده sensitive خلاص، يبقى أنا طلّعت من حساباتي الجنتامايسين لإنه طلع intermediate مش highly sensitive، وهاقارن ما بين التوبرامايسين والأميكاسين. التوبرامايسين هنا 4 والMIC 4 تمام، ما فيش فرق حاجة، هو ما فيش أي فرق خالص تمام، هو استخدم أقل تركيز من التوبرامايسين مع الأسينيتوباكتر طلع 4 وأنا طالع لي كمان في المزرعة لمّا هو جرّب في اللاب عندي الantibiotics اللي عندي والmicro organism اللي عندي اللي أنا مطلّعاها له في الsample بتاعة الcultures تمام، لقى إن أقل تركيز برضه 4 خلاص، فده عادي. لكن بقى تعالَ بقى على الأميكين خلاص، هو هنا جرّب أقل تركيز من الأميكين مع الأسينيتوباكتر علشان خاطر يعمل inhibition للgrowth هو هنا 16 لكن هنا أقل تركيز من الأميكين علشان خاطر يعمل inhibition للجروث مع الأسينيتوباكتر في الsample اللي عندي هو هنا 2، 2 والّا 16 شايف الفرق قد إيه؟ معنى كده إن أنا اللي عندي أحسن، الantibiotics اللي عندي أحسن مع الأسينيتوباكتر so إن هو كده more effective more sensitive كمان خلاص، فأنا في الحالة اللي زي كده لو أنا باقارن ما بين ال3 هاختار الأميكين، آدي كده cultures أسينيتوباكتر مطلّعة sensitive ل3 باجيب الguidelines اللي عندي تمام، وباشوف صفحة الأسينيتوباكتر تمام، ومطلّعة مثلًا باشوف بقى الجنتامايسين والتوبرامايسين والأميكاسين، وباقارنهم بقى باقارن الجنتامايسين بالstandard والتوبرامايسين بالstandard والأميكين بالstandard وما باقارنش الMIC بيهم وبين بعضهم، يعني في ناس تفتكر إيه، إن أنا هنا جنتامايسين MIC 8 والتوبرامايسين 4 يبقى أنا هاختار والأميكين 2 يبقى أنا هاختار الأميكين عشان أقلّهم في الMIC مقارنةً ببعض، لأ. تمام، لإن أنا ممكن يكون ال4 دي لو الMIC مثلًا هنا مثلًا 20 مثلًا، يبقى أنا عندي ال4 ديّة أحسن من الإيه، من الاتنين خلاص، يبقى أنا باقارن الMIC بالstandard تمام، ما باقارنهمش ما بينهم وبين بعضهم، فالمفروض إن أنا في المزرعة دي إن أنا هاستخدم الأميكين خلاص، يبقى أنا كده عرفت إن الإيه، الMIC دوّة الminimum inhibitory concentration بيبقى ليه standard في الguidelines باشوف المزرعة بتاعتي بيبقى ليه اعتبارات بابقى ليه اعتبارات تانية تمام، في الcultures بتاعتي خلاص أنا باختار الantibiotics اللي بيوصل reach site of infection لكن لو أنا عندي مزرعة sensitive مثلًا 5 antibiotics أو 10 antibiotics وكلّهم بيحققوا لي نفس الحاجة اللي أنا عايزاها إن أنا بيوصل للsite of infection وهُم كلّهم safe وكلّهم sensitive يبقى أنا هاختار على أي أساس الmost effective according to الMIC. مش هتلاقيها في مزارع ممكن عندك وإن أنت ممكن ما تشتغلش بيها، ولكن لو كنت في مكان وطلع لك cultures بيها الMIC خلاص أنت كده تفهم الMIC وإن أنت تعرف إزاي تتعامل مع المزرعة، في المحاضرة الجاية بإذن الله بقى هنشوف مزرعة بالMIC وهنعمل لها interpretation إزاي، خلاص؟